هو انا ليه مش بحقق احلامي برغم ان انا بسعى ليها؟ هل انا فاشل؟ معقول كل الحاجات اللي موجوده في الدنيا دي كلها مش مناسباني؟ كده انا هسيبك. طب روق كده يا حبيب اخوك، وهات فنجان القهوه الجميل بتاعك وحصلني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انت شفت الانترو بتاع الفيديو، فقلت ايه هو ايه حكايه الراجل ده؟ هو جاي ان هو يجلدني ولا ايه؟ هقول لك بصراحه، هو انا مش جاي ان انا اجلدك، بس قبل اي حاجه كده انا عاوزك انك ايه، تدعي لي كتير، لان الفتره دي احنا عندنا راوند اطفال، ويعني ده متزامن شويه مع الاجواء الرمضانيه بقى والتراويح والقطايف، ويعني الوضع لغايه النون يعني، فالله المستعان دعواتكم كده، لان الوضع يعني ايه، الحمد لله رب العالمين. وعشان تعرف انك ظالمني، يمكن الخاطره دي هي مثلا مش وليده اللحظه، او إن مثلا الخاطره دي اول مره تجيلي. بالعكس، ده الخاطره دي معايا من زمان جدا. يعني ممكن اقول لك مثلا إن دي معايا من اول ما دخلت الكليه، اللي هو ايوه انا عاوز ايه، اللي هو أنا لازم تكون محدد انت عاوز تمشي في ايه، في انهي مسار. ومن ساعه ما بتدخل بقى وتشوف المسارات وتشوف المجالات الكتير اللي موجوده في اي مجال بشكل عام. يعني مثلا لو هضرب مثال مثلا بالمجال بتاعي الطب، في مسارات كتير جدا، فسبحان الله. وتلاقي كمان ان موجود في نماذج ناجحه في كل مسار من دول، فانت سبحان الله بفطرتك بطبيعتك اللي هو انا كل ما اقابل حد ناجح كده واعجب بالشخصيه واعجب بالنجاح اللي هو وصل له، لا انا عاوز اكون ده. توصل تشوف حد تاني عاوز تكون ده. عاوز اقول لك على حاجه، انك مش لوحدك انك كده اللي بتفكر كده. يعني انت بتفكر كده، وانا بفكر كده، واخوك محمد اللي قاعد جنبك ده بيفكر كده، يعني كله بيفكر كده. حتى النماذج الناجحه اللي انت شايفها دي ومقتدي بيها وشايفها كويسه، كلها فكرت كده. يعني هم نفسهم جه عليهم لحظه من اللحظات هم فكروا كده. فمبدئيا انت لازم تحمد الله سبحانه وتعالى ان هو ارشدك والهمك للامر ده، وان انت فعلا لازم تاخد قرار في الامر ده، وانك لازم تسعى انك تحط كده استراتيجيه ممنهجه انك توصل في النهايه. انا عاوز كذا وعاوز اعمل كذا خلال الفتره الفلانيه، هبدا بكذا وجنبه كذا، يعني ايه، لحد ما توصل للهدف. والهدف الاسمى ان انت المفروض توصل له. انت جبت القهوه بتاعتك؟ جبت القهوه بتاعتك؟ قهوه، ينسون، شاي، شاي بحليب، حلب، اي حاجه وتعالى، او اي حاجه وحصل. بص بقى يا حبيب اخوك، مبدئيا كده وقبل اي حاجه، الحاله اللي انت يعني اللي انت بتمر بيها دي دلوقتي دي، او اللي انا بمر بيها او كلنا بنمر بيها، ممكن كده تسميها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ثالوث جلد الذات. يعني هو ثالوث مكون من 3 اركان بصراحه. يعني اول حاجه ان انت بيكون عندك رغبات واهداف كتير جدا انت عاوز تحققها. تاني حاجه ان انت فعلا، يعني مش هقول لك مثلا ان انت كسول او مثلا خامل او مش بتسعى انك تحققها، لا فعلا انت عندك سعي وبتسعى. تالت حاجه بقى، ويمكن دي المشكله، ضيق الوقت. اللي هو انت الاهداف الساميه دي كلها عشان توصل لكل الليفل ده وتوصل لكل الحاجات دي كلها، انت محتاج وقت اكتر عشان خاطر انك تقدر تحققها. فسبحان الله الثلاثه دول مع بعض كده، انت بتكون قاعد في النص كده، تقعد كل شويه تبص لكل ضلع من الضلوع دي. طب ايوه اعمل ايه؟ تحس ان هي مشكله كبيره، وهي يعني مشكله مش قادر تحلها. وهي فعلا يعني الامر ده هيظل مشكله فعلا لو انت ما سعيتش انك تدور لحل ليها. بس انا برضه عاوز افهمك حاجه، ان انت لما تسعى انك تكون يعني عاوز تكون الشخصيه الناجحه في الامر ده وفي الامر ده وفي الامر ده، كل ده مع بعض، يعني سبحان الله دي يعني فطره جواك. يعني دي مش حاجه، يعني ما تقدرش تقول ان هي حاجه مثلا ايه، عيب فيك مثلا او صفه ذميمه فيك. بالعكس، يعني يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو ان لابن ادم واديا من ذهب لاحب ان يكون له واديان، ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالامر ده ماهوش يعني ايه، ماهوش صفه ذميمه فيك. انا عاوزك تهدى كده، وهنحاول مع بعض ان احنا نوصل لحل للمشكله دي. ويمكن برضو من الحاجات، يعني سبحان الله، مثلا لو تيجي تتامل فيها كده مثلا، لو كان مثلا ان الحيره والتشتت وكثره الخيارات دي كانت حاجه ذميمه، مثلا كان هيكون مثلا عباده الصبر وعباده الرضا وعباده مثلا انك مثلا انت نفسك انك تسعى لحاجات كتير في نفس الوقت، وفي نفس الوقت لا انت راضي، وان ربنا سبحانه وتعالى قسم لك نوع معين من الرزق، وقسم لك مثلا وظيفه معينه، قسم لك مثلا مجال معين انت هتمشي فيه، انك ترضى بده، ما كانش ده هيكون عليه ثواب، وما كانش ده مثلا من اعمال الخير اللي ممكن يدخلك الجنه. فسبحان الله، يعني انت لازم تكون حاطط ده في دماغك، ان انت الامر ده انت مقبول عليه، او هو مثلا في فطرتك. فانت ما تحسسش نفسك وتقعد تجلد ذاتك اللي هو ايه، كل دول، كل الناس دي ناجحه وكل الناس مش في الحيره اللي انا فيها وانا الوحيد بس اللي مشتت التشتيت ده. اطلاقا، كل الناس بتمر بنفس النقطه اللي انت بتمر بيها، زي ما قلت لك. وهتلاقي حتى الناجحين اللي انت شايفهم دول مروا بنفس النقطه دي. طب تعالى كده بقى ايه، نفكر في الامر ده شويه.
انت مثلا لما بتنزل سوق العمل او بتنزل مثلا الكليه بتاعتك وتلاقي في نماذج كتير، او حتى على السوشيال ميديا، شايف ده كويس في حاجه معينه عاوز اكون شبهه، او شايف ده كويس في حاجه معينه عاوز اكون شبهه. تعالى كده فكر بالعقل، هل انت فعلا محتاج كل ده؟ يعني هل مثلا كل الناس دي وكل النجاح ده كله انت فعلا محتاجه؟ طب سؤال تاني تفكر فيه، هل الشخصيات الناجحه دي هي ناجحه؟ طبعا انت عاوز تاخد النسخه الافضل من كل واحد من دول. يعني مثلا هو نجح في حاجه معينه انت عاوز تاخدها، هل فعلا الشخص ده نجح في حاجات كتير زي ما انت عاوز تكون ناجح في كل الحاجات دي مع بعض؟ فانت لازم تفكر اصلا في النقطه دي من الاول كده، انك تحاول تفند. يعني هل فعلا انت محتاج كل ده؟ يعني هل فعلا انت مطالب، والنقطه المهمه برضو، انت مطالب ان انت يبقى عندك نجاح في كل ده؟ لكن الحقيقه يا حبيب اخوك، انا مش عاوز اصدمك واقول لك ان انت مش مطالب ان انت تحقق كل الاهداف دي، وتحقق النسخه الافضل من كل الناس دي، وتحقق انك تكون في القمه في كل حاجه، وفي كل مجال في الحياه. طبعا دي حاجه بديهيه، وسبحان الله يعني احنا ممكن نكون كلنا عارفين الكلام ده، ولكن مثلا تنفيذه صعب، او مثلا احساس الرغبه او مثلا الاقتناع ان فعلا ده حقيقه، صعب انك تقتنع بكده. يعني زي ما ذكرت، انت مثلا مجبول انك عاوز تكون ناجح في كل حاجه، لكن في الحقيقه انت مش مطالب بكل الطموح وكل الطموحات اللي انت بتسعى ليها دي. كان الطموح نفع نفسه وراح ذاكر اللي وراه. الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان بيكون في مؤثرات، سواء كان المؤثرات دي مقصوده او غير مقصوده، هي اللي بتدفعك انت ان انت تبقى عندك الاحساس بالاحتياج ده. يعني مثلا في حاجات بتاثر عليك، فبتزرع جواك ان انت محتاج، انا محتاج ان انا اكون ناجح في الامر ده، وناجح في الامر، وناجح في الامر ده، سواء كان بقى المؤثرات دي مقصوده او غير مقصوده. طبعا هتيجي تقول لي هي المؤثرات دي مقصوده وغير مقصوده، ونظام المؤامره ومش عارف انت عاوز ايه بالظبط. شفت انت بقى ان انت لتاني مره انت ظالمني معاك اهو. طيب خد شفطه كده من كوبايه القهوه بتاعتك وتعال نتكلم بقى في النقطه دي. بالنسبه بقى للمؤثرات المقصوده، المؤثرات المقصوده دي غالبا احنا كلنا بنشوفها في حياتنا، ويمكن اكتر دي بنشوفها على السوشيال ميديا. انك مثلا تشوف على السوشيال ميديا مثلا دكتور ناجح مثلا في مجال معين، تشوف مثلا مهندس ناجح في حاجه معينه، تلاقي مثلا مترجم ناجح مثلا ان هو معاه مش عارف كام لغه، وتلاقي كذا كذا، وتلاقي في شخص ظهر كده وليه بريق ولمعان، اللي هو واو، اللي هو يعني واصل لمرحله رائعه جدا، ومثلا انك شايف ان الشخص ده هو بالنسبه له هو الشخص الناجح. ويعني شوفوا، وده يوحي لك ان الامر ده سهل. وهي المشكله بقى يعني تكمن هنا، ان دايما السوشيال ميديا او حتى في النماذج الحياتيه والله مش بتبين لنا مثلا غير البريق اللي بيظهر في الاخر. يعني انت بعد التعب ده كله، عارف انت كانك مثلا، كانك ان انت مثلا النجاح والهدف اللي انت بتحققه ده كده عباره عن قطعه اثريه، مثلا كانت تحت الارض بقالها سنين، بعد كده انت طلعتها وبدات كده بفرشه صغيره انك تشيل التراب من عليها. فهو ده اللي بيحصل ان بتتحط لك في المتحف القطعه الاثريه دي بعد ما شلنا التراب وتعاملنا معاها بحذر ونقلناها ومش عارف وعملنا لها الفحوصات الفلانيه عشان نتاكد ان هي كويسه ومش عارف ايه، وبعد كده حطيناها في المتحف، فانت جاي شايف البريق واللمعان بتاعها، لكن كل عشان تظهر لك بالبريق ده، فانت تفكر بقى ان عمليه الاستخراج كانت عمليه سهله، عمليه النقل كانت عمليه سهله، ويعني ان استخراج الاثار ده حاجه سهله. نفس الفكره بالظبط. فيعني اللي بيظهر لك على السطح غير طبعا اللي بيكون موجود غير طبعا اللي بيكون موجود في الخلفيه. فانت لازم تكون مدرك ان في صعوبات، في معوقات كتير جدا بتقابل رحله النجاح دي، سواء كان رحله النجاح دي معاك او مع النماذج اللي انت بتشوفها في حياتك، او مع الشخصيات اللي انت بتقتدي بيها، بحيث انك عاوز تكون حد، يعني عاوز تكون شبه الناس دي. طيب انا بقول لك ليه الكلام ده؟ انا بقول لك ليه الكلام ده عشان خاطر يا ولداه لما تيجي مثلا وتكون عاوز خلاص انا همشي في المجال ده، وتيجي وتلاقي المعوقات وتلاقي الصعوبات دي قابلتك، فتبدا بقى انك تيأس، وتبدا بقى انك تحس اللي هو لا انت ما اتفقتوش معايا على كده، وانا ما كنتش اعرف ان في معوقات الفلانيه، فتحس بيأس اكتر، وحاله التشتت اللي انت فيها تبقى حاله التشتت ومعاها حاله خوف، فده يبقى اسوأ. يعني مثلا الاول كنت انت مثلا شايف خيارات كتير جدا، فكان المشكله اللي عندك ان انت مش عارف تختار ما بينها. دلوقتي انت مش عاوز تختار ما بينها، ده اول حاجه. والمشكله الثانيه ان انت خايف انك تختار حاجه فيقابلك نفس المعوقات، فانت في نفس الوقت بتيأس وتكون خايف، فده بيبعدك اكتر عن انك تسعى لتحقيق الهدف، او تسعى انك تحدد الهدف اللي انت عاوزه بيكون ايه اصلا. ويمكن سبحان الله من السلف مثلا اللي التقط الامر ده كان الامام الحسن البصري، لما قال: يا ابن ادم انما انت ايام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، فان تنتظر الدنيا لتسعدك فلن تاتيك الدنيا كما تريد. فهي دي الفكره بقى، اللي هو انت مثلا بتيأس، فبتخاف انك تكرر المحاوله، فتوصل لمرحله بقى اللي هو انا حاسس بنوع من انواع الشتات، وفي نفس الوقت حاسس بنوع من انواع الخوف، فانا مش هجرب وانا خايف. فيعني تبقى المشكله كده زادت. بس طبعا عشان شخصيه الانسان مش عاوزه تتعب، وعاوزه ان هي تتمرقع، وعاوزه ان هي تفضل قاعده في السرير، وعاوزه ان هي ما تذاكرش، وعاوزه ان هي تقعد تاكل قطايف، وعاوزه ان هي تسيب كتب الاطفال، فيعني الله المستعان. طبعا عشان شخصيه الانسان مش عاوزه ان هي تتعب، ومش عاوزه ان هي تمر بالحاجات الوحشه او بالحاجات الحلوه، لا هي عاوزه الحلوه بس، زي ما قلنا احنا عاوزين الشكل الجميل الكريزه اللي موجوده في الاخر دي من غير ما نتعب.
تمام. ويمكن الحاجه الاساسيه اللي مثلا ان احنا مش بندركها ان انت لازم تتعب عشان خاطر مثلا ايه تحقق حاجه معينه. انا والله نفسي ان انا اكون مثلا اشطر حد في المجال بتاعي، انا والله نفسي ان انا اوصل لمكانه معينه. طيب انت عشان توصل للمكانه دي وعشان توصل انك تقدر تحققها لازم انك تتعب. يعني دي بديهيات حماده هلال جدا، اللي هو انت لازم تتعب عشان توصل لها. ويمكن المتنبي كان ليه بيت شعر بيتكلم فيه على النقطه دي، فكان بيقول وان كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الاجسام. فسبحان الله انت عشان توصل لنقطه معينه، يعني انت عاوز حاجه والله انت لازم تتعب. يعني انا اسف ان انا بواجهك بالمشكله دي، بس انت لازم تتعب. بس فكره انك تبدا اصلا انك تتعب ازاي، وانك يعني هتبدا اصلا شغل ازاي وكده. هي دي النقطه انك تكون محدد انا هتعب فين. خلاص انا محدد والله ان انا هتعب وعندي سعاده ان ابذل مجهود وابذل جهد عشان خاطر اوصل لحاجه معينه. حلو جميل وزي الفل. انا هتعب بقى امتى؟ هتعب بقى فين؟ هي دي بقى المشكله وهي دي بقى النقطه. عملت لايك؟ قول لي بس، قول لي. خد. عملت لايك؟ طب عملت شير الفيديو؟ احزنني والله، احزنني والله. وطبعا بعد حفله جلد الذات الرهيبه اللي انا عمال بجلدها لك من الصبح دي، فطبعا يعني انت لو انت اصلا كنت مكمل الفيديو لحد هنا وما قفلتش الفيديو، تعال مع بعض كده نفكر بصوت عالي ونحاول ان احنا نحط استراتيجيه مناسبه ازاي توصل للهدف بتاعك او ازاي انك تحقق الهدف بتاعك. حاجه بسيطه جدا، بس انت يعني محتاجه حاجتين. اول حاجه زي ما قلت لك محتاجه ورقه وقلم. ده مبدئيا محتاجه ورقه وقلم، مش محتاج انك تفكر اصلا وانت تفكر في مخك، لان مخك فيه مدخلات كتير جدا في مخك انت مش حاسس بيها هتاثر على قرارك. لا، هات ورقه وقلم قصادك. ده اول حاجه. تاني حاجه انك تستغل شعله الحماس في الوقت اللي هو انا عاوز اكون كذا 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 كذا. عاوز تكون كل دول مع بعض، لحظتها بقى هات ورقه وقلم واقعد بقى. يعني لحظتها هات ورقه وقلم واقعد بقى. واقعد بقى تعال نمسك بقى الاستراتيجيه دي حاجه حاجه. اولا انت هتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل ومن الخمول، تبدا كده تذكر الله وتروح جايب ورقه وقلم. وزي ما قلت لك هتقعد بقى تسجل كل اللي انت عاوز تحققه. مثلا والله انا عاوز اكون دكتور، والله انا عاوز اكون مهندس، عاوز اكون مترجم، عاوز اكون مهندس عقارات، عاوز اكون اي مهندس عقارات دي، عاوز اكون اي حاجه في الدنيا. اكتب كل اللي انت عاوزه، حد يدور لك. اكتب يا عم، اكتب الورق، يعني الورق والحبر ببلاش. اكتب. تروح كاتب كل حاجه من الحاجات اللي انت عاوزها دي. خلاص سجلت كل حاجه والدنيا تمام. وطبعا كل ده بيتم امتى؟ بيتم وانت في شعله حماسك. ليه بقى؟ لان انت في شعله حماسك اللي هو انا عاوز احدد حاجه اشتغل عليها. فانت لو انت بدات تدور وانت كسلان او وانت خامل، هيكون في مؤثر زياده هيقلل من قدرتك. والله لا، يعني حتى لو الحاجه دي مناسباك مش مناسباني، هتخترع اي حجه عشان خاطر تقول ان هي مش مناسباني حتى لو هي مناسباك. فانت لازم انك تستغل الفتره اللي يكون فيها حماسك انك تبدا تعمل الامر اللي انا هقول لك عليه ده. اول حاجه انك هتروح جايب الورقه دي قصادك، تعمل جنبها كده ايه مربع، هتحط فيه صح هتحط فيه غلط. انت كل اللي قصادك هتعمل ايه؟ هتقعد لك كده يومين ثلاثه بتمسك ماسك يا اما اليوتيوب يا اما جوجل يا اما شات جي بي تي. يعني شات جي بي تي ده يعني والله يعني جزاه الله كل خير، يعني هو حرفيا منقذ نص شباب طب يعني، والنص الثاني هو بيساعد في انقاذهم من الملخصات اللي بيعملها النص الاولاني منه يعني فالله المستعان يعني. فنرجع لمرجوعنا. هتمسك كده اي مصدر من مصادر البحث، تبدا انك تدور على كل حاجه من الحاجات دي، ايه هي المحاور بتاعتها الاساسيه بتاعتها، وايه هي محتاج ايه او المتطلبات اللي انت محتاجها عشان خاطر انك تبدا في الامر ده. تالت حاجه تشوف ايه هي المعوقات وايه هي العراقيل اللي هتقابلك وانت بتمر في الامر ده. زي ما قلت لك تبدا تدور بقى ايه على المحاور بتاعته الاساسيه والمتطلبات اللي انت محتاجها. ومثلا وبرضه هتدور هل ده يعود عليك بالنفع ازاي بعد كده، وهتدور على الصعوبات والمعوقات اللي ممكن تقابلك في الحاجات دي. تبدا بقى صح غلط صح غلط صح غلط لحد ما تخلص كل الحاجات اللي انت عاوز تعملها دي. طيب يا عم احمد، افترض بعد كل ده اكتشفت انه فعلا انا في شعله حماسي كلها، شعله حماسي، واكتشفت ان مفيش حاجه بالنسبه لي. عادي جدا، ما فيهاش اي حاجه. يبقى كل المؤثرات اللي انت كانت بتاثر عليك ومحسساك كده، ده كده زي الفل خالص. دي مؤثرات غير حقيقيه مأثره عليك بتاثير عكسي، منعاك انك تمشي في اي مسار انت ماشي فيه. فيبقى انت كده بدات انك تبعد ده كله عنك وتبدا تعيد حساباتك من الاول وتشوف والله فلما يجي لك المؤثر ده انا خلاص ما دورت وراك، بس انا دورت وراك بحق، يعني دورت وراك فعلا ولقيت انك مش مناسب. تبدا بقى انك سبحان الله بقى ايه تدور على حاجات تانية او على نماذج تانية ممكن تفيدك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تبدا انك تدور في بقى ايه في مجالات تانية انك تلاقي نفسك فيها. فيعني فكره ان انت ما لقيتش نفسك في الحاجات اللي انت نفسك تعملها دي، او ان انت حسيت انك لازم تعملها، يبقى انت كده فاشل، يبقى انت كده ما فيش حاجه تنفعك. لا، الكلام ده غلط. ده بالعكس ممكن تاخدها ميزه ان الحاجات دي مش مناسباك، فهتقلل من عليك الضغط والاسترس اللي كان موجود عليك، عشان خاطر بعد كده تقدر انك تدور في مجال تاني وتشوف وتلاقي نفسك في حاجه تانية. المهم ربنا ييسر لك وتلاقيت ان في مثلا 7 أو 8 حاجات انت نفسك انك تحققهم،
وفهمت المحاور الاساسيه بتاعتهم، وفهمت الصعوبات اللي ممكن تقابلك فيهم، وعرفت ان الحاجات دي بالنسبه لي دي مناسبه ومناسبه لشخصيتي، وانا حاسس ان انا هكون مرتاح هنا، وشفت سوق العمل فيها بيكون ماشي ازاي. طبعا لان الدراسه الاكاديميه بيكون معظمها غير الدراسه غير الممارسه في سوق العمل، فانت لازم تكون ملم بكل الامور دي. ولميت الامور دي وحسيت ان في 7 أو 8 حاجات هي دي الحاجات الاساسيه اللي انت فعلا هتمشي فيها. تبدا بقى تخش بقى في في النقطه اللي بعد كده، تبدا تجيب نفس الورقه والقلم تاني. يعني انت كل الامر كله ورقه وقلم، تبدا ترص الظروف بتاعتك. يعني ايه الظروف بتاعتك؟ والله الظروف الاجتماعيه، والله والاسريه، والله مثلا الظروف الماليه، مثلا لو كان حاجه منهم هتحتاج مثلا اموال كتير مثلا او فلوس كتير عشان خاطر انك كورسات او غيره. وتشوف برضو ظروف الوقت، ظروف الوقت معاك ايه، دراسه، ظروف مثلا بتشتغل، تشوف كل الظروف المحيطه بيك وتحطها برضو قصادك كده. بعد كده تروح جاي راسم دايره في الورقه دي، راسم دايره، وتروح مقسم الدايره دي قطاعات دائريه. قطاع منهم هتخليه 70% من مساحه الدايره، وقطاع منهم 20% من مساحه الدايره، وقطاع منهم 10% من مساحه الدايره. تمام. وتبدا بقى انك ترص العناصر دي في الثلاث قطاعات دول. طبعا هترص 3 عناصر منهم بس، هترص العناصر دي في الثلاث قطاعات دول طبقا للاولويه بتاعتهم. طب الاولويه دي جايه منين يا عم احمد؟ الاولويه دي والله جايه من الظروف اللي انت حطيتها. تشوف انهي حاجه من دول فعلا ممكن تعملها دلوقتي. ما هو دلوقتي مثلا عندي ظروف معينه هتمنعني مثلا ان اعمل حاجه معينه، وانا نفسي اعمل حاجه دلوقتي. طب مش هينفع انك تعملها دلوقتي. طب هتعمل ايه؟ مش هينفع. احنا ممكن ناجلها لحد ما الظروف دي تتحسن او الظروف تتغير نعملها. طب في الوقت ده لحد ما ناجلها هنفضل كده ما بنعملش حاجه؟ لا طبعا. فانت شوف الحاجه المناسبه ليك في الوقت ده، وتبدا انك تحطها في الظروف السامحه ليك. يعني خلال الوقت الحالي، يعني خلال الوقت الحالي تحط مثلا فيها الف مثلا. والله انا عاوز اتعلم اللغه الفلانيه، يبقى تحط الالف دي او اللغه الفلانيه دي حطها مثلا في 70%. تمام. ومثلا في ال 20% مثلا عاوز اتعلم مثلا لغه برمجه حاجه معينه مثلا، فهتبدا حاططها في 20% بحيث ان انا عندي وقت معين بس، ومعيش مثلا فلوس ان اخد كورسات مثلا اكتب في كورسات اليوتيوب، فبالتالي مش عاوز اتعمق قوي فاعطاها وقت قليل، احطها مثلا في ال 20%. في حاجه كده ممكن ابص عليها كده وانا في المواصلات مش عارف كذا، احطها 10%. تمام. فانت كده قسمت الوقت بتاعك ما بين الثلاث اولويات من الاولويات بتاعتك. نقطه مهمه جدا انك تكون عارف ان انت ما ينفعش انك تسيب الوقت لحد ما الظروف السامحه او الظروف مثلا الظروف المناسبه والمهيئه ليك انك تبدا الحاجه اللي انت حابب تبداها الاول. زي ما قلت لك يعني الدنيا مش هتجيلك زي ما انت عاوز، فانت لازم تتعب ولازم تحس بنوع من انواع المشقه. فانت ممكن تبدا بحاجه انت مش عاوز تبدا بيها عشان هي دي اللي ينفع نعملها دلوقتي. فالنقطه دي مهمه. يعني انت لو طلعت من الفيديو كله ان انت استدركت النقطه دي وفهمتها، خلاص كده انت كده تمام وزي الفل ومش محتاج حاجه ثانيه. فزي ما قلت لك بعد كده بقى مع مرور الوقت الحاجه اللي انت كنت بتصرف فيها 70% دي هتلاقي ان المجهود اللي انت بتبذله فيها بدا يقل. هتلاقي ان مقدار التعلم اللي فيها الحمد لله انت بقيت كويس فيها، ومقدار الوقت اللي انت محتاجه عشان تتعلم حاجه جديده ما بقاش كتير شبه الاول. هتلاقي ان الامر بدا يتحسن معاك تدريجيا. تبدا بقى انك تشفت ال 20% تخليها هي في ال 70%، وتبدا بقى انك تشفت ال 70% دي هتبدا بقى انك تقللها. تمام. وممكن تدخل وال 20 والحاجه اللي كانت في ال 10% تدخلها في ال 20%، وهكذا هتلف السايكل دي وتروح مدخل الدايره حاجه ثانيه جديده في ال 10%، وهكذا تبدا بقى بس طبعا انت تكون يعني النقطه دي برده مهمه انك تكون عامل القطاع ده او القطاع ده عامله بوحده زمنيه معينه. يعني ايه وحده زمنيه؟ يعني مثلا والله القطاع ده خلال مثلا 5 سنين. يعني مثلا خلال 5 سنين انا حاطط في القطاع ده 3 حاجات. مثلا اتعلم مثلا لغات برمجه معينه، اتعلم مثلا لغات معينه، اتعلم مثلا مجال معين في اتعلم مثلا كورسات معينه في المجال بتاعي، اخلص مثلا المعادله الفلانيه لو انت مثلا في طب او حاجه من الحاجات دي. فلازم انت تكون حاطط ليميت للفتره الزمنيه بتاعتك عشان الدنيا ما تسرحش منك. يعني فاهمني؟ وتلاقي نفسك ما حققتش حاجه من الحاجات اللي انت عاوز. لازم تكون حاطط ليميت اساسي. يبقى انت بتبدا انك تقسم حسب الاولويات والظروف بتاعتك، وفي نفس الوقت تبقى حاطط ليميت للوقت بتاعك بحيث انك تكون قادر انك تلزم نفسك بحاجه معينه. طبعا يعني بعض التريكس كده يعني ممكن برضو تفيدك خصوصا في حاجه شبه كده، انك تحاول انك تلاقي الناس اللي شبهك في خانه ال 70%. ده هيساعدك كتير جدا وهيشجعك وهيبعد عنك التثبيط وهيبعد عنك الكسل، هيبعد عنك اي بيئه ممكن تعطلك انك تحقق الحاجه دي. وتبدا بقى انك هكذا هكذا كده تشوف الشخص المناسب في كل حاجه، وتبدا تستعين بيه وتطلب خبرته وتطلب مثلا نصيحته، تطلب مثلا ان هو يكون جنبك، ان هو ممكن يقترح عليك جدول، يقترح عليك حاجه. ده هيساعدك كتير جدا. وطبعا قبل اي حاجه من الحاجات دي كلها انت لازم تطلب العون من الله سبحانه وتعالى، لان والله اي حاجه من الحاجات دي كلها مش هيكون لها اي 30 لازمه لو ربنا سبحانه وتعالى مش رايد لك انك تحقق حاجه. ربنا سبحانه وتعالى نزع منك البركه، نزع منك المعيه معيته. يعني لازم تدعي كتير وتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. فكده ممكن نوصل الخلاصه في الفيديو ده. اول حاجه انك تفند كل الحاجات اللي انت لقيت او كان عندك نازع جواك ان انت عاوز تحققها، لازم تفندها ولازم تحطها قصاد عينك كده. تبدا بعد كده ببحث عقلاني في فتره، ولازم يكون ده في فتره الحماس عشان خاطر تنزع عامل الكسل او عامل الخمول من الحساب خالص.
وتبدا بقى انك تشوف هل فعلا ده مناسب ليا ومش مناسب، مناسب ليا ومش مناسب. تبدا بقى تحدد اولوياتك على حسب الظروف الاجتماعيه اللي انت موجود فيها والظروف الماليه وظروف كل حاجه. وبعد كده تبدا انك تقسم كل امر من الامور دي على الوقت بتاعك نسبه 7 ل 2 ل 1. ده هيساعدك كتير جدا انك تحقق حاجه. وقبل كل ده انت لازم تسال الله سبحانه وتعالى التوفيق، تسال الله سبحانه وتعالى المعيه. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله هنكون مع بعض في حلقات كتير وفلوجات كتير الفتره الجايه باذن الله. اتمنى بس انك تدعوا لي وتدعوا لامي وتدعوا لابي وتدعوا لاخي باسل، ربنا يرحمه يا رب، اللي انتوا اكيد هتكونوا سمعتوا صوته في الفيديو يعني. ودمتم موفقين، نلتقي في قعده جديده ان شاء الله. سلام.